اكبر غلطه غلطتها في حياتي واللي ما اكتشفتهاش غير بعد ما بدات شغل في حياتي العمليه، واللي بلاقيها في اغلب الناس اللي جايين بتقدموا لاي فيكنت، خصوصا الشباب اللي بقى لسه خريجين، ان احنا في وقت الكليه بتاعتنا ما استغلناهوش صح وما اتعلمناش واكتسبنا المهارات اللي تاهلنا لسوق العمل. لان للاسف فوجئت ان مهارات كتيره من اللي انا محتاجها عشان اشتغل واتطور بسرعه في الكارير بتاعي ويبقى ليا طريق معين امشي فيه وطموح انا عايز اوصل له، ان السكيلز اللي باخدها دي في الكليه ملهاش علاقه اساسا بسوق العمل، وان انا كان المفروض اخصص جزء من وقتي علشان ادور على المعلومات والمهارات اللي تاهلني للسوق ده. بس للاسف ما حدش نصحني النصيحه دي. عشان كده جاي النهارده اقول لك لابد تركز في طريقك من دلوقتي وتستغل وقت كليتك صح عشان تبص على الطريق اللي انت عايزه وتعزز مهاراتك وقدراتك عشان تبقى مؤهل لسوق العمل. لان انت ممكن من اول لحظه تبقى مؤهل وتكاتش فرصه قويه تقدر تحقق فيها ذاتك. ما تنساش المعلومه دي وركز فيها لانها هتنفعك